بعد الفوز على الصين موعد إقالة روبرتو مانشيني من تدريب الأخضر السعودي. وهلا والله بالغلا وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، ومتابعة حية لكل ما يتعلق بأخبار الكرة العربية والسعودية والعالمية. لذا اشترك الآن في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد. وفازت السعودية على الصين بهدفين مقابل هدف، ولكن مباراة يستمر فيها مسلسل الحديث عن الإقناع، وهل أقنع المنتخب السعودي الجماهير بهذا الفوز الضئيل أم لا؟ الإعلامي وليد فراج توقع موعد الإعلان عن إقالة مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية بعد أن لعبت السعودية مباراة مع الصين والسعودية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا. كانت هناك انتقادات عنيفة يواجهها بعد التعثر في أولى مباريات التصفيات، وتعثر المنتخب السعودية أمام إندونيسيا في الجولة الثالثة في الجولة الأولى من التصفيات في مجموعته الثالثة بهدف لكل منتخب في التصفيات المؤهلة على ملعب الجوهرة المشعة. الأخضر واجه الصين في الجولة الثانية في ملعب استاد داليان في الثالثة عصر اليوم، ولكن الإقالة ربما تحدث الجميع عن أن السعودية في حالة فازت أمام الصين واليابان والتعادل أمام البحرين ربما تتعادل تنتظر نتائج الفرق الأخرى. لذا فالحديث عن الإقالة أو خروج مانشيني من المنتخب السعودي بدأ يزداد، ربما فوز اليوم غير مقنع، بعده قد تحدث الإقالة، لأن المسؤولين عن الكرة السعودية يرون أو يعتقدون أن وجود مانشيني أصبح غير مجدي. ولكن في وجهة نظري يا جماعة، ما يحدث للكرة السعودية هو بسبب الانفتاح الكبيرة التي بدأت وكانت أساسية ورغبة في أن يتم مجاراة الكرة العالمية باستخدام عدد كبير من اللاعبين الأجانب. وطبعا كل اللاعبين الأجانب أخذوا فرص في الفرق الكبيرة، خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وبالتالي هذه الفرق اعتمدت على محترفين ولم تعتمد على اللاعبين الأساسيين، وبالتالي أثر ذلك على مستوى لاعبين أساسيين محليين سعوديين وجعلهم لا يلعبون ويلعبون على الدكة في أغلب الوقت، وبالتالي هذا أثر على مستواهم وعلى قدراتهم التهديفية وقدراتهم كلاعبين محترفين. كل هذه الأمور لم تكن لتحدث إلا بهذه القرارات التي أعتقد أنها قرارات خاطئة. هي قرارات خاطئة في البداية، كان يجب أن تدخل أو تقوم بهذه المنظومة الاحترافية بشكل من التريث، بما يجعلك تدخل اللاعبين المحليين في المنظومة بالتدريج. أنت الآن ترى منتخب إنجلترا، ربما الآن منتخب إنجلترا أفضل حالا من ذي قبل، ولكن إنجلترا لم تأخذ في تاريخها غير كأس عالم وحيدة. هي نهضة كرة القدم، ولكن تعتمد في الأغلب على لاعبين محترفين، وبرغم أن منتخبها الآن منتخب جيد ولكن لا يأخذ ألقاب، ربما لأن كثير من اللاعبين لا يأخذون فرصة للعب في التشكيل المثالي أو الأساسي للأندية الخاصة بهم. إذن أريد أن أسمع لكم في التعليقات يا جماعة، ماذا ترون؟ هل ترون أن مانشيني هو المخطئ أم أن منظومة الكرة السعودية هي المخطئة؟ وما هو توقعاتكم لمستقبل الكرة السعودية؟ لكن كل هذا يجب أن تقوموا به قبل أن أو بعد أن تقوموا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتضغطوا لايك لهذه الحلقة، ودائما وأبدا كل جديد الحصريات على هذه القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.